السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفات نعمة. إن شاء الله النهاردة هقول لكم على وصفة حلوة جدا، تنفع قوي في اللانش بوكس، تنفع كمان الصبح جنب كوباية شاي حلوة كده، أو كوباية شاي بحليب أو حتى قهوة. بجد طعمها حلو قوي، بتدوب ذوبان. أصابع التمر دي من الحاجات الصحية والمفيدة جدا لولادنا، ومكوناتها بسيطة، وكمان الطريقة مفيش أسهل من كده، هتقومي حالا تعمليها. هنجيب بقى 4 كوبايات من الدقيق، وما ان دي كوبايات معيارية فال4 كوبايات هيطلعوا حوالي نص كيلو زائد 60 جرام. فطبعا احنا هنوزن الكوبايات المعيارية او هنجيب نص كيلو ونعمل بيه الوصفة. هنجيب دلوقتي معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ربع معلقة من الملح، وطبعا هنقلب بقى المكونات الجافة مع بعضها، وهي دي بس المكونات الجافة. هنجيب دلوقتي، انا عايزه اقول لكم الزبده اللي استعملتها او السمنه، هي من غير زبده طبعا. انا دايما بستعمل في معجناتي الزبده الفلاحي دي، بحولها لسمنه. كنت عملتها معاكم قبل كده على القناه، جبتها سيحتها لحد ما بقت سمنه، هاخد منها كوبايه. وهنقول كمان على البدايل واحنا شغالين، الكوبايه دي سعتها 250 مللي، يعني ربع كيلو من السمنه البلدي. هجيب كمان ربع كوبايه من زيت الذره، ويستحسن يكون طبعا زيت ذره نوعيه كويسه علشان ريحته وطعمه بتبان في المعجنات بتاعتنا. ربع كوبايه بس، بنفس الكوبايه اللي حطيت بيها السمنه. هنزل بقى المكونات بتاعتنا دي، وهبس الدقيق بسه كويسه جدا جدا، يعني هفركهم وهدعكهم مع بعض مده كده ما تقلش عن 10 دقايق ربع ساعه. ممكن تريحي عادي خالص، بين كل 5 دقايق تريحي شويه، مفيش اي مشكله، مش هيحصل اي حاجه. بالنسبه للزبده اللي انا وريتها لكم دلوقتي، ممكن تستبدلوها طبعا بسمنه نباتي عادي، اي نوع متوفر او اللي انتوا بتحبوه. ولو انتوا عايزينها ريحتها وطعمها كده تبقى بلدي قوي، ممكن تجيبوا اي نوع سمنه نباتي وتخلطوا عليها الزبده الفلاحي دي، هيطلع معاكم طبعا مقدار كويس جدا. وتقريبا هي دي اللي انا بستعملها كتير جدا في حلوياتي ومعجناتي، لان طبعا بتوفر، لان الزبده الحيواني دي بتكون غاليه جدا. لكن لما نخلط نوع سمنه نباتي نوع كويس متعودين عليه بالزبده البلدي، بتبقى حلوه جدا جدا في كل الحاجات اللي احنا بنعملها. بسيت العجينه مش اقل من ربع ساعه، وطبعا شفتوا قوامها. هنحط دلوقتي بنفس الكوبايه اللي ساعتها 250 ملي، هنحط بيها حليب دافي. هننزله كده بالتدريج مع الخلط، احنا مش هنعجن العجينه دي، احنا مجرد كده هندخل الحليب في الدقيق بتاعنا اللي احنا بسيناه بالسمنه. هو هياخد الكوبايه كلها، ممكن يحتاج منكم حوالي كمان ربع كوبايه، ممكن ياخد كوبايه وربع من الحليب. ولو متوفر عندكم كوبايه واحده بس، حطوا كوبايه من الحليب وربع كوبايه دي من الميه، وطبعا هتنزلوا بيها معلقه معلقه، لكن الكوبايه هو هياخد كوبايه كامله من الحليب. الوصفه سهله وبسيطه، ولا تحتاج عجن ولا اي حاجه خالص. زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، حطيت كده الكوبايه الكامله من الحليب، والحليب ده كان كامل الدسم ونوعه جاموسي. ممكن تستعملوا كمان الحليب المعلب، بس طبعا لما بنستعمل حاجه دسمه كده وجميله وفيها القشطه بتاعتها، بتفرق قوي في طعم اي حاجه حلوه احنا بنعملها، سواء قراقيش او منين، او حتى صوابع السمسم دي او صوابع التمر. دلوقتي عندي معلقه صغيره من الشمر، ومعلقه من اليانسون، ومعلقه صغيره او نص معلقه من المحلب اللي انا بوريه لكم ده. المحلب ده بيتجاب من عند العطار وبيتحط على كحك العيد، احنا بنستعمله في القراقيش او في المنين، او بنستعمله في الكحك والحاجات اللي احنا بنعملها زي بتاعه النهارده كده. ممكن تطحنيه كده في الكبه او في الهون زي ما انا عملت، بس انا بحبه خشن فبحط الخشن ده. انا بس بوريكم ان انتوا ممكن تطحنوه بالشكل ده وتنخلوه وتاخدوا بس الناعم بتاعه، الحاجات الناعمه اللي بتنزل من المصفى. هاخدها بقى دلوقتي ومش هعجن، انا بس بدخل المكونات دي كده مع بعض. ممكن في المرحله دي تضيفي اي حاجه انت عايزاها كمنكهات، يعني عايزه تضيفي سمسم، عايزه تزودي بقى في الشمر في اليانسون، اي حاجه. هسيب بقى العجينه بتاعتنا ترتاح 10 دقايق على بال ما اجهز الحشوه بتاعتنا. والحشوه بتاعتنا كانت نص كيلو من التمر، العجوه يعني المهروسه، وحطيت عليها معلقتين كبار من الزيت. ما بحطش سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، الوصفة سهلة وبسيطة. الزيت كمان بيخلي التمر بتاعنا كده يتعجن بسهولة. عايزين نعجنه كده عجنة كويسة حوالي 3-4 دقايق، علشان لما اجي اعمله رول زي ما انتوا شايفين كده، الرول بتاعنا يتعمل من غير ما يتقطع مننا. هعمل بقى كل كمية النص كيلو دي، هي هتكفي بالظبط المقدار العجينة اللي احنا عجناها. عملتها كلها كده رولات على دهنة زيت في صينية علشان بتلزق، وهسيبها كده. وهبدأ بقى دلوقتي اقول لكم احنا هنشكل الصوابع بتاعتنا ازاي، ومنتهى السهولة، ومفيش اسهل من كده، هتشوفوا معايا.
العجينه بتاعتنا طريه، عايزه اقول لكم كمان ملمسها ناعم ومش بتلزق في الايد، ما ينفعش تكون ملزقه في الايد، وما ينفعش تكون عجينه يابسه، يعني لازم تكون طريه جدا ومش ملزقه. طب لو هي يابسه وانا بعجنها هحط كمان معلقتين بمعلقتين كده لبن، او معلقه بمعلقه حليب، لحد ما تظبط معايا القوام. او لو مش متوفر قلت لكم تحطوا ميه عادي. لو هي طريه معايا هنزود معلقه واحده دقيق كده لحد ما تظبط معايا. الزوايد دي هشيلها دلوقتي اجمعها، وبعدين هشكلها بعد كده. هبدأ دلوقتي احط الرول بتاع التمر جوه العجينة بعد ما فردتها مستطيل السمك اللي انتوا شايفينه ده، وهلف لفة واحدة بس واقطع. عايزة استفيد بالتمر وبطعمه وكمان فوائده. انا بعمل حاجات كتير جدا بالتمر سواء في الدراسة او في غير الدراسة، علشان هو بجد ليه فوائد يعني كتيرة جدا جدا. عملت الرول بتاعنا، والقفلة هخليها من تحت دايما، وقطعته بالحجم ده. قطعوا بقى الحجم اللي انتوا عايزينه، بس الحجم ده جميل وشكله حلو. هعمل رول معاكم كمان، وبعد كده هقطع. هاخد بقى واحدة هقطع عليها علشان يبقى كل المقاس كده واحد، اطول من الصباع بشوية. العجينة بتاعتنا دي ما بتتسابش تختمر خالص الا بعد ما بنرصها في السيجان كده. هقول لكم امتى، وهقول لكم كمان بتختمر قد ايه. هناخد بقى كل الكمية بعد ما خلصتها حطيتها على صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، هي مش هتلزق. وبعد كده هنبدأ بقى نحطها في السمسم، وهقول لكم هنحطها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب دلوقتي نص كوباية من السيرب التقيل او الشربات التقيل، وهنجيب كمان نص كوباية من المية العادية خالص، وفانيليا حوالي نص معلقة من الفانيليا السايلة او اي نوع انتوا عايزينه، ومحضرة كمان نص كوباية من السمسم. السمسم ده متحمص. هقلب بقى السيرب التقيل او الشربات التقيل مع المية. ممكن لا، لو مش متوفر عندكم سيرب ممكن تستعملوا 3 معالق من السكر مع الكوباية بتاعة المية، ونقلبهم مع بعض كويس وهنشكل بيهم. ممكن كمان نحط عسل اسود زي ما انتوا عايزين. هحط بقى الصوابع بتاعتي دي زي ما انتوا شايفين كده. القفلة كانت من تحت، مسكتها كده والقفلة من تحت وحطيتها في السيرب المحطوط عليه مية، وبعد كده هحطها في السمسم بتاعنا وهضغط عليها ضغطة بسيطة، وهحطها في السيجان مش مدهونة اي حاجة خالص. هسيبها بقى تختمر في السيجان حوالي مثلا ربع ساعة. بعد كده هشغل الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة، اي نوع فرن هينفع مفيش اي مشكلة. اهم حاجة انك تسخني الفرن بتاعك قبلها كده ب5 دقايق او 10 دقايق. وبعد كده لو فرن بوتاجاز عادي بتحطيها على الرف الاوسط، وبتسيبيها كده حوالي ربع ساعة لتلت ساعة لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت. ولو مش عندك شواية او مروحة هنشغل بس من فوق اخر 5 دقايق كده، وبعد كده ترجعي تشغلي تاني من تحت، وتحطي الصاج في الرف اللي في النص. هيبقى شكله حلو جدا وواخد لون ذهبي من تحت ومن فوق. لو عندك مروحة شغليها من الاول خالص. هياخد في الفرن اللي فيه مروحة حوالي ربع ساعة مثلا. ولاحظي كده اللون، وطبعا لازم تلفي الصاج كل مثلا 3 دقايق 4 دقايق، لازم تلاحظيه علشان ياخد لون موحد من كل الجوانب. هتشوفوا بقى الذوبان والقرمشه بتاعتها الخفيفه دايبه جدا، شبه منين العيد كده، بل احلى كمان. ان شاء الله ما تجربوها هتعجبكم وتعملوها على طول.